تمارين لازم تعمليها وانتي حامل. في فترة الحمل بيبدأ وزن جسمك بالتدريج بيزيد، ميكانيكس بتاعت جسمك بتختلف، كل حاجة في جسمنا مظبوطة بزاوية بالشعر. لو حاجة اتغيرت بتبتدي ان انتي تحسي بوجع او يظهر عليكي شوية مشاكل او شوية اعراض. في فترة الحمل التغيير في وزن الجسم وميكانيكس الجسم بيكون سريع، فلازم تحاولي تواجبي التغييرات اللي بتحصل دي علشان تحافظي على صحتك. وطبعا كل ما كانت صحتك قبل الحمل احسن ومؤهله للحمل كل ما كان افضل، وكل ما كانت اوجاعك في فتره الحمل اقل. اول مجموعه تمارين المفروض ان انت تعمليها هي تمارين للكتف والعظم لوح الكتف. انت مع الحمل وزن الثدي عندك بيبتدي ان هو يزيد، فبيبتدي ان هو يسحب كتافك لقدام، وبيبتدي ظهرك من ورا يتاثر، وتبتدي رقبتك توجعك، ويبتدي ان احنا نحط لود على الجزء اللي من ورا ده، على عضلات الكتف دي، وهي مش المفروض ان هي تشيل اللود ده. فاحنا ممكن نعمل تمارين زي دي. هنا الكوره دي بتبقى موجوده في الجيم، او لو عندك في البيت بتبتدي ان انت تسندي عليها بالشكل ده، وتبتدي ان انت ترفعي دراع واحد لفوق وتعملي مجموعتين او 3 على حسب ما انت قادره. بعد كده بنبدل للايد التانية، وده تمرين ممكن تعمليه وانتي واقفه او وانتي قاعده، بتضمي كتافك الاتنين لورا. وده برضو ممكن تعمليه وانتي واقفه، بتضمي كتافك الاتنين لورا وبتحركي دراعك لورا. مهم كمان نعمل تمارين للظهر، ونعمل كمان استرتشات لعضلات الظهر. البوزيشن ده حلو قوي، بيريح معانا عضلات الظهر. ودي كمان استرتشات. على فكره اليوجا مفيده جدا 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 في الحمل. نيجي لحاجه كمان مهمه جدا، وهي تمارين النفس. لازم 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 تكوني بتعرفي تتنفسي صح، ده هيفرق معاكي جدا طول فتره الحمل، لانه بيوصل الاكسجين كويس لجسمك، فبيقلل من الدوخه والاعراض اللي انت بتحسي بيها. وكمان نكمل معانا طول فتره الحمل وفتره الولاده بالذات، تمارين النفس من اهم الحاجات. وبعد الولاده تمارين النفس من الحاجات اللي هتساهم بشكل كبير ان شكل بطنك يرجع تاني زي ما كان. طيب بتعملي تمرين النفس ازاي؟ بتقعدي على كرسي مريح زي ما انا قاعده كده، حاطه ايد عند الشيست وايد عند البطن، تمام؟ وبتبتدي ان انت تاخدي نفس، بس لازم تتاكدي ان الايد اللي على بطنك هي اللي بتترفع، مش الايد اللي فوق. واخيرا الكيجل اكسرسايز. عضلات الحوض طول فتره الحمل بيبقى عليها لود كبير، وفي نفس الوقت المثانه كمان بتكون مضغوطه. فمن الاعراض المشهوره اللي احنا بنحس بيها او بنعاني منها هي سلس البول، سواء في الحمل او بعد الولاده. فان انت تتعودي على الكيجل اكسرسايز وتتعلميه وتعمليه باستمرار، ده هيحميكي من ان انت يجيلك مشكله من المشاكل دي. لو انت بتعرفي تعملي الكيجل اكسرسايز فابتدي ان انت اعمليها وتمرني عليها وخليها جزء من روتين يومك. اما لو انت ما بتعرفيش فابتدي تعلميه. واسهل طريقه ليه هي وانت في التويليت، وانت بتعملي اليورين حاولي ان انت توقفي نزول الميه ثانيتين 3، بعد كده ريحي وكملي عادي. في الاول الموضوع ممكن يبقى صعب وسخيف على حسب الباور او على حسب قوه عضلاتك، بعد كده واحده واحده هتتعودي، وممكن تقدري ان انت توقفي نزول اليورين لمده 10 ثواني. وبعد كده مش هتحتاجي ان انت تعمليه في التويليت، وممكن تعمليه وانت قاعده او وانت نايمه او اي بوزيشن تاني. بس المهم ان انت تتعلميه صح، وتفرقي ما بين احساس الانقباض اللي بيحصل في عضلات الحوض وبين العضلات اللي حوالين عضلات الحوض. انت بتشغلي عضلات جوه قوي، انت يا دوب بتحسي بيها. لكن ما ينفعش وانت بتعملي التمرين تشدي عضلات رجليكي وعضلات الجلوتس وكل عضلات رجليكي، لا احنا بنشغل عضلات الحوض بس. وطبعا حاولي ان انت تتمشي، حاولي ان انت تتمشي نص ساعه 3 ايام في الاسبوع، اتعودي عليهم. طبعا كل الكلام ده في حاله ان انت حملك مستقر، ما عندكيش اي مشاكل لا قدر الله. اما لو انت عندك اي مشكله فلازم ترجعي الاول للدكتور بتاعك. وبس كده. انا دكتور ندى عادل، ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.